قبل ما نبداو بغيت نقول لكم ان الفيلم ديال اليوم هو قصه حقيقيه. كيبدا الفيلم ديالنا في محل التصوير ديال واحد السيده سميتها جين خدامه فيه. السيده كانت كتقاد في المحل، تما جات عندها صاحبتها بغات تعاونها، ولكن جين ما خلاتهاش وقالت لها راني قادره نخدم. فاش بقات بوحدها شداتها كحه قاصحه ما حبساتش ليها. في نفس هذا الوقت ولدها المراهق اللي سميتو جو كان في المدرسه وعنده امتحان. صحابو كاملين كانوا خدامين كيغشوا، اما هو كان غير كيرسم في الورقه وما مسوقش للامتحان ديالو. جو بقى هكا كيرسم رسمه مخربقه وما مفهوماش حتى كمل الامتحان وخرج من المدرسه. تما مو تلاقات له في الباب، هي هضرات معاه وقنعته يمشي للحفله اللي عرضته ليها الصديقه ديالو باش يبدل الجو، خصوصا ان داك البنت ظريفه بزاف. موراها مشات لعياده الدكتور النفسي اللي متبع الحاله ديال جو، وكان اليوم عنده جلسه معاه. المهم فاش دخلوا وتسالات الجلسه الدكتور هضر مع جين وقال لها ولدك غادي ياخذ وقت طويل باش يتعالج، والحل اللي ساهل هو حتى انت تبداي تاخدي حصص علاجيه باش تولي قادر تعاونيه يتحسن في العلاج. ولكن الام دغيا فهمت ان الدكتور همو غير يزيد المرضى عنده باش يربح فلوس كتر وصافي، وهنا هي رفضت الفكره ديالو وخرجت من العياده. في الليل جو وجد راسو وشرب دواء قدام مو باش يخرج ويمشي للحفله، ولكن فاش بغى يخرج من الباب سمعها كتكح بزاف فخاف عليها ورجع سولها مالك. هي قالت له غير شدتني شويه ديال الحساسيه، ما تخافش ما كاين والو. غير خلاته خرج. عيطت على العياده ديال الاورام وسولتهم واش ممكن تجي دابا عندهم، هما قالوا لها ممكن. ديك الساعه مشات عندهم. اما الدري جو كان في الطريق مع الصديقه ديالو وصحابو الاخرين. صديقته شكرته حيت جا اليوم، تما جو قال لها انا كيعجبوني لابيسينات بزاف، وهنا هما قرروا يبدلوا الخطه ويمشيو يحتفلوا في لابيسين باش يديروا لجو خاطره. في الوقت اللي كانت امو كاينه في العياده والطبيبه اكدت ليها باللي عندها سرطان، الولد كان كيستمتع بوقته مع صحابه في لابيسين. شويه الدنيا ظلامت في عينيه وبداو كيجيو هلاويس وكيشوف باه اللي مات واقف حداه، والاصوات في راسو ما حبسوش حتى ما بقاش قادر يصبر. هو طلع من لابيسين مشى لبس حوايجو وخرج كيجري. صحابو تبعوه يشوفوه وما فهموش مالو ولا شنو وقع ليه. جو خرج كيجري على برا ومشى نيشان لواحد الفندق في وسط المدينه، وطلع وقف حدا وحده من الغرف ديالو حتى جات السيده اللي مكلفه وشافته في هذيك الحاله فخافت منه وجرات عليه. موراها رجع للدار فلقى موجين كاينه تما. بكثره الخوف ما نطق بحتى كلمه، ولكن جا عنقها وبقى ساكت. الغد ليه منين فاق ومشى للكوزينه شاف منديل ديال مو كاين فيه شويه ديال الدم، فبدا كيشك انها مريضه ومخبعه عليه. اما مو كانت خدامه في المحل، شويه غادي تجي عندها ماين صديقته اللي كان خارج معاها البارح. هي جات باش تعرض عليهم يجيو عندها لشي مناسبه غادي ديرها في الدار، وغادي يكونوا مجموعين فيها امهات الطلبه كلهم اللي كيقراو مع ولدها. وهنا سولاتها مال ولدك البارح خرج كيجري وخلى صحابو مخلوعين عليه. جين قالت لها راه يمكن غير مضغوط مع القرايه. السيده جاوبتها ولكن ماشي لدرجه يبقى ديما كيبكي في حصه الكيمياء، راه بنتي قالتها لي. جين حاولت تلف لها الموضوع وقلت لها صافي غادي نجيو عندكم للحفله. موراها الام غادي تمشي عند الطبيبه ديال الاورام. الطبيبه قالت لها غادي خصنا نكملوا في العلاج التجريبي ديال السرطان ونتسناو النتائج. فاش كملات جين ورجعات غادي تلقى الدخان معمر الدار. هي دخلت كتجري للكوزينه فلقات ان ولدها حط شي حاجه كطيب ونساها حتى تحرقات. المهم هي عتقات الموقف. من بعد مشات تطمن على ولدها جو فلقاتو غارق في النعاس. تما هي فيقاتو ومشات كتوجد له ما ياكل. اما هو شعل الراديو وسمع في الاخبار على جريمه اطلاق النار في شي مدرسه يلاه دارها واحد الطالب. فاش سمع هذا الخبر زاد في الصوت وكيبان عجبو الموضوع، ولكن موجات طفات الاخبار وخدمت له اغنيه باش تحيد له هذوك الافكار من راسو. من بعد جين مشات عند صاحبتها وقالت لها بغيت نبيع المحل ديالي ونحط فلوسه في وديعه بنكيه ونخليهم وصيه لولدي جو يكمل بهم حياته. صاحبتها سولتها علاش باغا ديري هكا. تما جين وراتها التحاليل اللي دارت. صاحبتها رجعت سولتها واش قلتي لولدك على المرض ديالك. الام قالت لها ما يصلحش يعرف حاليا حيت يلاه مات باه. من بعد تلاقت بولدها وخداتو للحصه د العلاج ديالو. الطبيب كان كل مره كيزيد يتعمق في العلاج حتى شخص ان عنده صدمه حاده وقعت له بسبب الموت ديال باه. تما الولد سد عينيه وبدا كيتفكر كيفاش مات باه. كانوا بثلاثه بهم في هذاك الفندق اللي كان مشى له الولد نهار الحفله مع صحابه، وهو النيت اللي مات فيه باه. في هذيك الليله كانوا مجموعين عادي كيضحكوا ناشطين حتى تزاد الحال على الاب بزاف
بزاف وجاتو سكته قلبيه قدام ولدو ومات. من تما الدري جو ما قدرش ينسى هذيك الليله، وحتى فاش كيتفكرها كيخاف ويبدا يترعد. مور الحصه الطبيب قال الجين حاليا ركزي له غير على الدواء اللي عطيته، خاصو يبقى ياخذه في الوقت بالكميه المحدده. موراها الام غادي تمشي هي وولدها للبحر، وهنا بقاو كيجريو ويلعبوا ويضحكوا مع بعضياتهم. في نفس الوقت خبعت عليه المرض ديالها وكتمثل انها بخير باش ما تزيدش تأزمو نفسيا، وحيت كانت باغا تعيش مع ذكريات زوينه قبل ما تموت. في النهار الثاني الدري جو كان في المدرسه، الاستاذ ديالهم دار لهم تجربه ديال الحريق، هو طلق الانذار بالعافيه باش الطلبه يتدربوا كيفاش يتصرفوا في هذه الحاله. الطلبه كلهم ناضوا وبداو كيخرجوا من القسم، من غير جو هو الوحيد اللي بقى جالس مصدوم ومخلوع وما قادرش يتحرك، وكان كيشوف الخيال ديال باه مور الباب ديال القسم. صحابو شافوا انه هو الوحيد اللي بقى في القسم، فما عرفوش مالو ولا فاش كيفكر. الصديقه ديالو لحقات عليه وتما شافتو كيشد في راسو بحال اللي كيسمع شي اصوات. فاش شافت الشكاره ديالو طايحه قلباتها، فشافت فيها ورقه غادي تصدمها، هي لقاتو رسم خريطه وتصميم المدرسه ديالهم كلها، وهذا الشيء خلعها بزاف. مور هذا النهار بشي ايامات قلال غادي يوصل وقت الحفله اللي معروضه ليها جين وولدها جو، هما لبسوا ومشاو ولكن اتفقوا باش ما يطولوش. منين دخلوا الصديقه ديال جو خداتو وطلعوا الفوق، اما مو مشات للكوزينه، تما سمعت جوج ديال الامهات من صحاب ولدها كيهضروا عليه وكيقولوا انه مريض نفسي حيت كيمشي عند الطبيب. الام دخلت عليهم وقالت راكم مشيتوا غالطين، ولدي كيمشي عند الدكتور النفسي غير حيت مهتم بعلم النفس وباغي يطور راسو في هذا المجال. هكا خلاتهم ساكتين، وهنا جات الام اللي عارضه عليها دارت في هذوك الجوجات على الهضره اللي قالوا. اما جو منين طلع هو والبنت للفوق جابتو قدام طالب كيقرا معاهم وسولاتو شنو داك التصرف اللي درتي نهار انذار الحريق، راني خفت منك. ولكن قبل ما يجاوبها بشي حاجه قلبوا الموضوع ضحك. مو هضرت مع صاحبتها اللي جات دافعات عليها وقالت لها راه بصح ولدي كيتعالج عند الطبيب النفسي، حيت مور الموت ديال باه جاتو صدمه ومازال ما تخطاها. الغد ليه في المدرسه المدير عيط على مين جو باش تجي عندهم. فاش مشات غادي يوريها التسجيلات ديال الكاميرا شادين ولدها جو في القسم بوحدو كيهرس في الكراسه والطوابل. هي قالت له غير دوزها له هاد المره، انا نقدر نعوضكم على الخسائر اللي تسبب فيها. ولكن عاود وراها تسجيل اخر فيه جو جا للمدرسه في الليل بوحدو كيدور في لابيسين. الام قالت له راه المدرب ديالو اللي كيعطيه السوارد ديال المسبح باش يجي يتدرب الوقت اللي بغى. تما دخل واحد الاستاذ وقال لها ما نكذبوش عليك، ولدك كان من بين احسن الطلبه عندنا، ولكن كلنا عارفين ان الموت ديال باه دمرو نفسيا. ولكن المدير غادي يخرج ليها الورقه اللي راسم فيها الخريطه ديال المدرسه، وكان واخد القرار باش يفصل جو من المدرسه في خطره. هو قال لها اسمحي لي ولكن انا مضطر نخرجو من المدرسه حيت السلوك ديالو خطر على كل شيء. تما الام مسكينه خرجت محطمه ومقلقه على الحل اللي وصل ليها ولدها. فاش مشات للدار وجلسوا ياكلوا بغات تجبد معاه موضوع المدرسه، ولكن جو تعصب ضرب الطابله ومشى يتفرج. من لحقت عليه البيت باش تصالحوا لقاتو ما كاينش فيه، ولكن غادي ترد البال بزاف ديال الاوراق والرسومات في الارض. داك الرسومات كانوا كيخلعوا. جو في هذا الوقت كان قدام التلفازه كيشوف خبر الطالب اللي دار مجزره في المدرسه، فجاه هاد الصوت وكيبان انه مهتم بهذا الموضوع. اما موجين كانت مازال كتقلب في بيته، وهنا غادي تفتح البيسي ديالو فلقاتو جابت صفحه ديال واحد السبرديله عاجباه، وصفحه اخرى كتهضر غير على الناس اللي داروا جرائم مدرسيه، وصفحه ديال محل كيبيع الاسلحه قريب منهم. هاد الشيء صدمها بزاف حيت ما حسبهاش ان ولدها غادي يكون متشبع بهاد الافكار الاجراميه. هي مشات حداه نقصات من الصوت ديال التلفازه وبقات كتشوف فيه وما قالت له حتى كلمه. داك الساعه خرجت من الدار ومشات لهداك المحل اللي كيبيع الاسلحه. هي ورات التصويره ديال جو مول المحل وسولاتو واش فايت جاي عندك هاد الدري لهنا. السيد ما بغاش يجاوب مباشره وسولها شنو المعنى ديال هاد السؤال. هي قالت له غير ولدي كتعجبو الرمايه وبغيت ناخذ له فردي هديه، وفكرتي الا جا عندك وسولك على شي شكل عاجبو نشريه ليه باش نديرها له مفاجاه. السيد قال لها لا كاع ما شفتو، وتما بدا كيوريها شي اسلحه يصلحوا كهديه. الام بقات كتلف له الهضره وفي الاخر خلات له الرقم ديالها وقالت له الا جا عندك اتصل بيا باش نعرف شنو عجبو حسن ما نشري ليه انا من راسي. من بعد غادي نشوفوا جين وجوب بجوج بهم في الحصه العلاجيه ديالو. الطبيب سول الدري علاش ديما كترسم هذوك العناكب. جو قال له هو سد عينيه ويدو على صدره، هذوك العناكب كنتخيلهم ديما في الليله اللي مات فيها بابا، والمشهد الوحيد اللي كيبقى يجي قدام عيني هو فاش شفت ماما وبابا كيتناقشوا حتى طاح مسكين ميت في الارض. غير قال له هاد الشيء بدا الدري كيتسرعد كامل. منين تسالت الحصه الام صرحت الطبيب بداك الشيء اللي لقات في البيسي ديالو ووراتو التصاور اللي صورت المقالات ديال اخبار الجرائم المدرسيه والمحل ديال الاسلحه، وقالت له راه ولدي
ولدي مهووس بالحوادث ديال المدارس وانا خايفه يدير شي كارثه. الطبيب قال لها ما تخافي من والو، اللي مرضين بحالو نادرا فاش كيكونوا عنيفين، وطلبها تصيفط له التصاور ديال داكشي اللي لقات وقال لها ترد له البال غير مع الدواء اللي كياخذ. من بعد مشات للمحل ديالها مع جو، هي بقات ملاهيه مع الكليان وطلبات منه يشرب دواء بوحده، ولكن هو خلاها ملاهيه ورمى الدواء ما شربوش. وتما لقى علبه ديال دواء غريبه عليه في الصاك ديال مو ما عرفهاش ديالاش. في نفس اللحظه غادي يشوف اعلان بيع المحل ديالهم، غير شافو هادوك الهلاوس والاصوات خدموا له في راسو، فخرج كيجري بلا عقل من المحل. مور شي ساعات عيطوا ليها من الكوميساريه حيت شدوه، تما مشات عندهم تجيبو. البوليس قالوا لها ولدك لقيناه ما عاقلش في الطريق كيغوت وكيدخل ويخرج في الهضره، حنا غادي نطلقوه غير حيت عرفناه كيتعالج وماشي طبيعي 100%. ولكن فاش بغات تسني باش تخرجو المكلفه تما قالت لها نصيحه ليك دغيا زربي دخليه المصحه عقليه حيت قريب يوصل ل 18 عام، يعني غادي يخرج من الوصايه ديالك، وإلا دار ديك الساعه شي حاجه غادي يتحاسب عليها. هنا الام غادي تشوف الطبيب النفسي ديالو جا حتى هو لعندهم. منين شافتو مشات بالزربه عنده حيت خافتو يكون جاي يعلم البوليس بداك الشيء اللي قالت له لقات على ولدها. فاش سولات واش جاي توريهم التصاور، جو سمعها وقال لها اش من تصاور كتهضري عليهم، ولكن تلفوا له الموضوع. والطبيب قال لها انا جيت باش نقول لكم خاصكم بجوج بكم تكملوا العلاج عندي باش تعاونوا بعضياتكم. ولكن هي مازال شاده في قرارها وكتشوف ان العلاج النفسي ليها هي ما غادي يصلح في والو. تما جو غوت على الطبيب وقال له بعد مني. من بعد خرج عند امو تبعها عنقها وقال لها سمحي لي حيت معذبه معايا، انا كنوعدك غادي نحاول نكون حسن. فاش مشاو للدار دخل لبيتو وبقى كيهضر بوحدو على اساس باه كاين معاه. هو كان كيقول له صافي يا بابا غير مشيتي بغاو يديو لينا المحل ديالنا. المهم بقى هكاك حتى ما عقلش كيفاش خرج من الدار ومشى للمحل ديالهم. دخلو وبدا كيتخيل الناس واصوات وهلاوس قدام عينيه. فاش فتح الباب اللوراني ديال المحل تجرح في صبعو ونزل منه بزاف ديال الدم. تما رجع كيجري للدار. الغد ليه في الصباح جات عنده جيم باش تفيقو. منين فاق شافت صبعو مضروب وهي دخل عنده، فشافت الاعلان ديال بيع المحل اللي حاطاه هي وفيه بقع ديال الدم. تما قالت له واش هذا جبتيه من المحل؟ جو جاوبها جبته من تما، وهي تشوف بقع اخرين ديال الدم في الارض. تبعاتهم حتى لقات التيشورت ديالو اللي كان لابس فيه الدم ووسط منه مقص حتى هو فيه الدم. الام خافت بزاف وخدات داكشي رماتو وجبدت العلبه ديال الدواء ديالو وحسبات الحبات اللي فيها. وهنا غادي تعرف انه ما كانش كياخذ الدواء هاد المده الاخيره كلها، وهذا الشيء زاد خلعها اكثر. هي مشات تشوفو فلقاتو جالس مهدن. تما قالت نخليه على راحته ومشات للمحل ديالهم تخدم هاد الصباح. ولكن منين دخلات لقات المحل كله مقلوب وشافت حتى البقع ديال الدم، فعرفت ان جو كان في المحل البارح في الليل وتضرب هنا. خاطرها ما هناش عليه وهي تسدو ورجعت للدار تبقى مع ولدها. ولكن فاش دخلات لقاتو عاوتاني قلب الدار كلها وما كاينش فيها. جين خرجت بلا عقل كتسول في المحلات والناس وكتوريهم تصويرتو ليكون شافوا شي حد، ولكن ما لقاتوش في الحي. هي عيطات على صحابو اللي حتى هما بداو كيقلبوا عليه. الصحاب فكروا في لابيسين ديال المدرسه حيت هي البلاصه اللي كتعجبو، ولكن ما لقاوهش فيه. منين زادوا قلبوا كثر غادي يلقاوه في الصاله ديال الرياضه سد عليه وكيضارب غير مع راسو. منين هضروا معاه مور الباب باش يخرج حيت مو خايفه وكتقلب عليه غوت عليهم وقدر يهرب من المدرسه. فاتصلوا بالام وقالوها ليها. الام مسكينه ما بقات عارفه ما دير ولا فين تقلب. هي مشات عند صاحبتها وعاودت لها شنو وقع وبدات كتقول لها انا شنو ذنبي يطرى فيا هكا لا انا لا ولدي. منين ارتاحت رجعت نزلت للحي طبعت التصاور ديالو وبدات كتلصقهم في الشوارع والطوموبيلات وكتسول الناس عليه. مور شويه د الوقت عيط عليها السيد اللي كاين في المحل ديال بيع الاسلحه وقال لها ولدك كان هنا. هي مشات عنده باش يقول لها كل شيء. السيد قال لها ولدك جا للمحل. دخل وبقى واقف مخبع مور واحد القناع ومن بعد مشى. عاوتاني جين خرجت كتقلب في جواي هذاك المحل ولكن كاع ما لقاتو. فاش حسات براسها ما بقاتش قادره توقف مشات للعياده عند الطبيبه ديال الاورام وسولتها فين وصلت الحاله ديالها. الطبيبه بكل اسف قالت لها السرطان انتشر في جسمك كله وما بقاش عندك امل في العلاج. الام سولتها واش باقا نعيش شي عام عاد نموت. الطبيبه قالت لها باش نكون معاك صريحه ما نقدرش نضمن لك عام كامل، يقدر يكون مازال لك غير شهور قلال. جين مسكينه تحطمات وما قدرتش تحبس دموعها وبدات كتفكر غير لمن غادي تخلي ولدها جو اللي مريض. غير خرجت من العياده غادي تمشي لهذاك المحل ديال الاسلحه تقدات منه شي حاجه وموراها مشات عند صاحبتها. هي عطاتها وكاله باش منين يتباع المحل تاخذ الفلوس ديالو وتخليهم عندها. موراها خرجت بلا ما تخلي السيده تسولها اكثر على شنو وقع وشنو كاين. من بعد الام غادي تبقى تتواصل مع حتى
حتى حد، كدوز نهارها كله غير كتلصق في تصاور ولدها جو وتقلب عليه. طبيبه كتصوني وصحاب ولدها وصحاباتها وكلشي باغي يهضر معاها، وحتى البوليس فكروها غير ان جو في هاد الايام غادي يدير 18 عام وما غاديش تبقى تقدر تحميه من القانون. هي مسكينه همها غير تعرف ولدها فين واش بخير. حتى لواحد الليله عيطت لها واحد السيده وقالت لها راه شفت ولدك قدام الفندق وعطاتها السميه ديالو، وكان هو النيت لوطيل اللي مات فيه بواه. ديك الساعه جين مشات ليه فلقات ولدها جو مخشي حتى الطرويات ديال الزبل على براد لوطيل وكله كيرجف وماشي في حاله طبيعيه. فاش شافتو عنقاتو وخداتو للدار غسلاتلو وعطاتو ياكل ويشرب الدواء وخلاتو ينعس باش يرتاح. في النهار الثاني فيقاتو وبركاتلو عيد ميلادو 18 وعطاتو يشرب الدواء ديالو. من بعد بقاو بجوج في الدار وكاع ما خرجوا. فاش جا طمن عليه لقاتو جابد الالبوم ديال تصاورهم. هي جلست حداه وبدات كتفكروا في الذكرى ديال كل تصويره فيهم. جو قال لها انا توحشت بابا بزاف، فجاوباتو حتى انا بحالك. هنا هو صرحه باللي عرف بالمرض ديالها وراه خايف يخسرها حتى هي. الام كذبت عليه وقالت له ما تخافش عليا، انا راه مكمله في العلاج ديالي وغادي نبرا. من بعد مشات تقاد له الفطور. شويه سمعت حسو تقطع، فاش قلبت عليه لقاتو في الغرفه ديال الخزين وتما شافتو واقف وتالف وكيترعد وباين جاتو النوبه ديال الهلاوس عاوتاني. منين قربات حداه لقاتو جمع بزاف ديال المواس والاسلحه الخطيره. فاش سولاتو على جمعهم هو قال لها على حساب الاعداء ديالنا، ولكن ما تخافيش حنا الجنود ديالنا موجودين معانا. جين خداتو على قد عقله وقالت له عندك الصح، وقدرت تحيد له هذوك الاسلحه من حداه وطلباتو يستمتعوا بوقتهم كثر. المهم ركبوا طوموبيل ومشاو لهداك لوطيل وخدات الغرفه بالضبط اللي كان مات فيها باه. وهما دخلوا ليها وحطوا الحلوه باش يطفي الشمع. تما جو تمنى ان مو تشافى وتولي بخير باش يعيشوا هو وياها حياه طويله. هنا الام وراتو الهديه اللي خدات له. منين فتحها لقاها نفس البادري اللي كانت عاجباه، غير شافها طار بالفرحه وحتى هي فرحت بزاف فاش شافتو فرحان هكا. فهاد اللحظه نيت غادي يرجعوا له الهلاوس عاوتاني وقال لها ماما خاصنا نبقاو هنا مخبعين باش ما يلقاوناش. هي حاولت تدنو وعطاتو ياكل من الحلوه وبقاو جالسين كيهضروا حتى بدا كيديه النعاس ونعس في بلاصتو. الام حطات حداه السبادري ديالو وهبطات للطوموبيل. تما عيطات على صاحبتها وقالت لها سمعيني بغيت نخلي لك وصيتي الاخيره، نساي المحل وكل شيء، حاجه وحده اللي بغيتك ديريها ليا هي تجمعي كاع تصاوري انا وولدي وراجلي وتحرقيهم وما تخليه حتى اثر. ما بغيتش يبقى الاثر ديالنا ولا يتفكر شي حد اننا كنا معاكم. يلا السيده غادي تسولها شنو كاين. جين قطعت عليها ورجعت للبيت. تما غادي تجلس حدا راس ولدها وعينيها عامرين بالدموع. هي قالت له بشويه انا كنبغيك اكثر من راسي وما نقدرش نخليك كتعذب مور ما نموت. وهنا وقفت خرجت السلاح اللي كانت شراتو، قصحات قلبها وعقلها في لحظه وحده وتيرات فيه جوج قرطاسات. موراها بقات كتغوت حدا الجثه ديال اغلى شخص في حياتها. هي بقات كتبكي حداه حتى فقدت الوعي. مور شويه منين فاقت عيطت على البوليس، علمت بالجريمه اللي دارت ووقفت حدا السرجم كتسين فيهم يجيو. الوقت اللي بقات كتسنى تفكرات شريط حياتها كله ذكرياتها مع عائلتها، الفرحه ديالهم وكل شيء تفكراتو. فاش جاو البوليس شدوها وتوجهت ليها تهمه القتل العمد وهكا تحبسات حتى ماتت في الحبس بالسرطان. الفيلم كيسالي باخر مشهد لصاحبتها اللي جمعت تصاور عائلتها كلهم وحرقاتهم احتراما للوصيه ديالها. القصه ديال هذا الفيلم حقيقيه، خلات القلوب ديال بزاف الناس يتالموا على هذه السيده وولدها اللي لقاو راسهم بوحدهم في العالم بسبب العزله اللي كانوا فيها والافكار الخايبه اللي كانوا في راس ولدها واللي تنقلوه حتى للام. في الاخر حرمت ولدها من الحق ديال الحياه غير باش ترحمه من راسو وترحم الناس منه، حيت شافت باللي خطر بزاف يبقى في وسط الناس. وحتى هي المرض السرطان عذبها وزاد كحل الدنيا في عينيها. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.